عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض احلى صينية فراخ يا جماعة، معمولة على عين البوتاجاز. هنسويها على عين البوتاجاز من فوق من غير ما تاخد معانا استوى. طبعا انا جايبة فرخة اهي مقطعاها حتت حتت صغيرة واسلها كويس، وطماطم وبصل مبشور وشوية بهارات. طبعا هنعملها بالطماطم يا جماعة عشان يبقى طعمها حلو، بدل ما بتعمليها مسلوقة او تشرب بية، لا دلوقتي هنعملها وتشرب طماطم وبصل مبشور كده، وهنعملها بطريقة جميلة. ويلا نشوف هنعملها ازاي مع بعض يا جماعة. انا جبت الصينية اهو زي ما انتم شايفين، ولعت عين البوتاجاز وهنزل بالفراخ بتاعتي. هرصها كده رصة كويسة في الصينية اهو، شايفين اهو. بعد ما برص الفراخ بتاعتي في الصينية كلها، هجيب البصل المبشور اهو يا جماعه. بعد ما انا حطيتها في الصينيه، طبعا البصل المبشور جبته، وطبعا بفضل احطه كده اهو فيها في الفراخ بتاعتي كلها كده، شايفين، واقلبه فيها اهو، شايفين. واجيب بقى الفلفل الاسود وشويه البهارات اللي عندي، شايفين اهو. بدلقه كله كده. المفروض ان انا اسيبها في التلاجة ربع ساعه او نص ساعه اهو يا جماعه. طبعا انا بعد ما حطيتها على البوتاجاز بحط الطماطم بتاعتي، شايفين. لازم احط الطماطم كده جامد كده واخليها ان هي تغلي فيها، شايفين يا جماعه، شايفين اهو يا جماعه، شايفين بقى. لازم ان انا احط لها كده ميه كميه كبيره برضو علشان تستوي، شايفين اهو. واسيبها بقى كده لما تستوي. طبعا هي اول ما هتشرب الطماطم دي كلها هتبقى استوت معانا، شايفين اهي يا جماعه. دي احلى طريقه الفراخ المشويه بالطماطم يا جماعه اهو. اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، شايفين بسم الله ما شاء الله طريقتنا الجميله السهله. لازم يا جماعه كده نعمل الفراخ كده. طبعا اول ما هنلاقيها استوت هتدخلها الفرن على طول، تاخد الوش الاحمر الجميل بتاع. بس هي طبعا انا حطها على الكيانه الكبيره. طبعا الطماطم دي بتدي لها طعم جميل جدا جدا اهو، شايفين اهو يا جماعه. شايفين بقى هي كده قربت تستوي معانا اهو، شايفين. طبعا لازم انا كده بقلبها، وحاطط لها مرقه وفلفل اسود وكل حاجه، وبسيبها كده لما تستوي وتاخد ايه تستوي كويس وتشرب الطماطم كلها اهو يا جماعه، شايفين. طبعا انا كنت مقلباها على الناحيه دي والناحيه دي، فايه ببتدي ان انا اقلبها اهو اهو يا جماعه، شايفين اهو اهو يا جماعه. لازم انا بحب ان انا اقلبها كده عشان ايه تاخد وش احمر معانا اهو يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الطريقه دي سهله جدا في تسويه الفراخ بتاعتنا. احلى صينيه فراخ يا جماعه بألف هنا وشفا. دي الطريقه السهله اللي احنا بنعمل بيها الفراخ بتاعتنا اهو. وبسيبها كده لما تستوي براحتها. وبعد ما بتشرب الطماطم دي كلها، بعد ما بتشربها بدخلها الفرن، بتاخد وش احمر جميل
اهو يا جماعه شايفين الطريقه سهله جدا جدا وجميله. بخليها كده لما تستوي معانا الفراخ. طبعا احلى طريقه عمل الفراخ في الصينيه. الفراخ اللي في الصينيه دي بتبقى طعمها حلو جدا باختلاف الفراخ التانية. يعني كده انت الاحسن ما بتعمليها مسلوقه، هي كده بتبقى شاربه في الطماطم وشاربه ببصل، شاربه بصل مبشور. يعني انا بعملها بالبصل المبشور، لازم بصل مبشور بيبقى طعمها جميل. طبعا بتيجي بالسكينه من فوق كده وتنغزيها عشان تستوي اهو، علشان تخش لها طماطم. لما تنغزيها كده بتخش لها ايه؟ طماطم اهو 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 يا جماعه. لكم بالشكل النهائي باذن الله. شايفين بقى ده الشكل النهائي، ده الشكل النهائي لصينيه الفراخ بتاعتنا بعد ما استوت واتحمرت. مش عاوز اطول عليكم اكتر من كده. اتمنى الفيديو يعجبكم.